اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض احلى بيتزا ممكن تجربيها، حاجه كده يعني طعم وريحه مفيش بعد كده. ان شاء الله باذن الله لو جربتيها هتطلع معاكي تحفه جدا. شايفين بقى وبتمط كده، والجبنه كانت طعمها حكايه مع البيتزا. يلا ندخل كده على طول في المقادير علشان ما اطولش عليكم. اول حاجه هنجهز فيه الصلصه بتاعه البيتزا. معايا طماطم، بصي هنقطعها كده من تحت اربع، يعني ايه، نعمل فيها زي خطين كده عكس بعض، علشان بس لما الطماطم تستوي كويس اشيل القشره بتاعه الطماطم بكل سهوله. معايا طماطم وكام فص من الثوم وبصلتين وسط. هنحط نص كوبايه ميه، وهحط كمان فلفل اخضر سواء حامي او بارد اللي انت عايزاه. وهنرفع كل المكونات دي على النار لحد ما الطماطم والبصل والكلام ده يستوي، يعني ايه، زي 10 دقايق، مش هيقعد كتير. وبعدين هنجهز في العجينة بتاعة البيتزا. معايا كوباية مية كبيرة، مية دافية. ومعايا كيس من الخميرة الفورية، معلقتين من اللبن البودر، ومعلقتين من السكر، سكر اللي هو حبيبات عادي، يعني مش شرط يكون سكر بودر، يعني سكر حبيبات. وبعدين هندوب كويس جدا السكر مع الخميرة واللبن البودر، بس اهم حاجة المية تكون دافية. وبعدين هنزل بنص كوباية من الزيت. كل المقادير دي كده على كيلو الا ربع من الدقيق. كيلو الا ربع من الدقيق هحط عليه زي ذرة ملح كده، زي ربع معلقة صغيرة من الملح. وبعدين هبدأ اللي انا اعجن فيه. هنعجن فيه لحد ما العجينة دي تلم معانا وتكون عجينة متماسكة جدا جدا، ما تكونش بتلزق في الايد ولا اي حاجة خالص. هنفضل نعجن فيها. لو انتي يعني ما تعرفيش نوع الدقيق بتاعك بياخد سوائل كتير او لا، فممكن تحطي نص كوباية مية دافية في الاول، وبعدين هتدوبي فيها الخميرة والسكر واللبن البودر. وبعد ما تحطي الدقيق لو احتجتي مية تاني فتحطي بالتدريج، يعني السوائل خليها دايما لو انت بتعملي اي حاجة بدقيق وفيها سوائل، السوائل تنزلي بالتدريج، يعني شوية شوية، ما تحطهاش كلها مرة واحدة، علشان لو حطيتيها وجات كتير هتضطري ان انتي مثلا تزودي دقيق، فكده هتكون الوصفه بتاعتك يعني مش هتكون مظبوطه قوي. بعد طبعا ما عجناها كويس وحطيت ميه تاني، وبقت عجينه متماسكه زي ما انتم شايفين كده ومش بتلزق في الايد خالص. هسيبها بقى لحد ما تختمر كويس جدا. هنركنها على جنب كده، وهوريكم الطماطم بعد ما استوت والبصل. بصوا القشرة بقى بتاعتها بتتشال بكل سهولة، علشان الفتحة اللي احنا عملناها اللي هم فتحتين كده عكس بعض في الاول خالص اللي انا وريتها لكم، فالقشرة بتتشال بكل سهولة. بس هنشيل القشرة بتاعت الطماطم، وبعدين هنحط كل ده في قلب الخلاط او الكبة، وهتفرميهم مع بعض او زي ما انتم شايفين كده بالظبط. ما تنسوش بقى تحطوا لايك وانتوا بتتفرجوا كده على الفيديو الجميل ده. وبعدين بعد ما ضربناهم في الخلاط هحط بقى التوابل: ملح وفلفل اسمر وزعتر وروزماري. لو انت عايزه تحطي توابل يعني كمون وكزبره والحاجات دي فمفيش مشكله، بس الزعتر والروزماري مع الصلصه بتاعه البيتزا بتنقلها في مكان تاني خالص، يعني بتخلي طعمها حكايه. بس بعد ما حطيت التوابل والملح وكده هرفعهم على النار برضو لمدة دقيقتين تغلي بس كده غلوة، وبعدين هطفي عليه. في الوقت ده طبعا كانت خلاص العجينة اختمرت معانا كويس. هشيلها من الطبق وهقسم العجينة دي لأربع تربع، كل ربع يعتبر هعمله بيتزاية. لو الصينية بتاعتك كبيرة قوي فيبقى ممكن تقسميها على نصين. لو هي كبيرة قوي، انا عملتها في الصينية اللي هي مقاس 30. الصينية اللي هي مقاس 30 اللي هي المدورة دي عملت فيها واحدة، يعني كل ربع من العجينة دي هعملها في صينية. بس حطيت شوية من الزيت علشان بس ما تلزقش معايا، او اضمن اللي هي لما تستوي ما تلزقش في الصينية. بس الحقيقة حتى لو انتي ما حطيتيش هتستوي معاكي وهتطلع معاكي بكل سهولة، مش شرط اللي انت تحطي الزيت على فكرة برضو. بعد ما حطيت شوية من الزيت حطيت العجينة، وهبدأ بقى اللي انا افرد فيها على قد الصينية بالظبط. وبعد ما نفرد فيها هننزل بالصلصة، وهنفرد الصلصة كويس جدا في على العجينة بتاعة البيتزا. بس طبعا قبل ما تحطي الصلصة حاجة مهمة جدا، اللي انتي لازما بالشوكة كده يعني تديلها فتحات في قلب العجينة، علشان هي فيها خميرة، فهتدخليها الفرن فهترتفع معاكي جامد.
ودي بيتزا، احنا مش بنعمل عيش، احنا عايزين بيتزا، فعايزين السمك بتاعها يكون ولا هو رقيق قوي ولا هو يبقى سميك قوي. فلما تعملي فيها فتحات كده بالشوكة هترتفع معاكي، بس اللي هو ايه يعني مش كتير. وبعدين هننزل بالصلصة، هوزع الصلصة كويس جدا على العجينة بتاعة البيتزا. بعد ما نوزعها كويس كده ونفردها على العجينة، بس طبعا ما تخليهاش يبقى على الاحراف، يعني خليها تبقى الصلصة بعيدة عن الاحراف شوية كده، حاجات بسيطة. وبعدين هنحط اللحمة، طبعا اللحمة تكوني معصجاها كويس جدا. بس اللحمة دي انا ما كنتش فرماها، انا كنت مقطعاها مكعبات صغيرة. انتوا عارفين مكعبات اللي هي يعني حتت حتت صغيرة خالص. وكنت معصجاها زي اللحمة المفرومة بالظبط، بنفس التوابل والبصل وكل حاجة. هنحط اللحمة، وبعدين هنحط فلفل اخضر بقى حامي على بارد، او فلفل الوان اللي انت حباه. بصي الحشوة دي بقى حرية شخصية، البيتزا دي ممكن تعمليها بتونة، ممكن تعمليها بفراخ، ممكن تعمليها بلحمة. فالحشوة دي تختلف يعني على حسب انت بتحبي ايه او متوفر عندك في البيت ايه. طبعا ما حبيتش ان انا احط الزيتون، لاني اللي عندي يعني عند ولادي مش عارفه ليه كل ما احط الزيتون مثلا على جلاش او على اي حاجه بيشيلوه. طب وليه انا احطه من الاول طالما هما مش بيحبوه؟ فانا ما حطيتهوش. لو انتي بتحبي مثلا الزيتون مع البيتزا فحطي، مفيش اي مشكله خالص. بعد ما عملت اول بيتزاية هنعمل التانية بقى، بس في صينيه اللي هي المستطيله اللي انتوا شايفينها دي. هنفرد العجينه عادي خالص، هتبقى بيتزاية مستطيله. هعمل معاكم الاتنين دول، وبعدين التانيين بس هعملهم بعيد عن الكاميرا عشان محبتش اللي انا اطول عليكم. اهم حاجة اللي انت تديلها بس فتحات كده عشان ما ترتفعش معاكي، وهي بتستوي تبقى مرتفعة قوي يعني. وبعدين هننزل بالصلصة، وبعدين الحشوة بقى اللي هو اللحمة والفلفل او الفراخ اللي انت عايزاه. ما تنسوش تحطوا لايك بقى، لايك لايك، مش هتخسروا اي حاجة، حطوا لايك وانتوا بتتفرجوا على الفيديو. بس هنفرد بقى الصلصة، وبعدين هنحط اللحمة والفلفل، هندخلهم بقى الفرن. درجة الحرارة تكون وسط، ما تكونش عالية قوي، لان دي عجينة فانا عايزاها تستوي كويس جدا من فوق ومن تحت ومن جوه كمان. فدرجة الحرارة هتكون يعني الفرن هيكون هادي، انا كنت مسوياه فرن اللي هو العادي مش فرن بوتاجاز. آه النار تكون هادية. تشغلي الشواية والفرن من تحت لحد ما تاخد لون ذهبي كده. اول ما تاخد لون ذهبي وتلاقيها اللي هي استوت من تحت ومن فوق بنفس الشكل ده، هتحطي الجبنه الموزاريلا بتاعتك. بعد ما البيتزا تستوي هتحطي الجبنه، وهتدخليها الفرن لمده اقل من دقيقتين. الجبنه بس تسيح وبعد كده تخرجيها، هتمط معاكي بقى وهتبقى حكايه. انما لو حطيتي الجبنه مع البيتزا في الاول من قبل ما تستوي فمش هتمط معاكي خالص، وهتستوي والجبنه هتاخد لون ذهبي كده ومش هتكون لها طعم. شايفين بقى السمك بتاع البيتزا اللي هو ولا سميكه قوي ولا يعني رقيقه، لا اللي هي وسط. هوريكم دلوقتي بقى البيتزا وهي بتمط كده، وشايفين طعمها بجد كان حكايه. شايفين بقى، بس صراحة كانت سخنة ما كنتش عارفة اللي انا يعني امسكها قوي. اتمنى ان انتوا تجربوا البيتزا بنفس الطريقة دي، هتعجبكم جدا. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ابرار. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.